مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الأسبوع 16 من صالون ميسان الثقافي. هذه المرة تستضيفنا مشكورة مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية. احنا هاي المرة يعني صار شيء مفاجئ، وهم مشكورين، يعني هم دائما جاهزين لنا، فتحوا لنا المكان، فشكرا جزيلا لهم. في الأسبوع رقم 15 كان الضيف هو الدكتور علي حسين فرج، وكان عنوان دراسته اعترافات تحت التعذيب عندما يكتب المرء عن نفسه. اليوم سيرد الأستاذ صادق الصقر، وربما سيعذب الدكتور الفكيكي ويجعله يعترف أكثر وأكثر، لأن لاحظنا في الجلسة الماضية ماكو تعذيب لكن اعترف، فربما ستكون هناك اعترافات أكثر. كالعادة أنه الباحث يلقي دراسته، وبعدين حضراتكم المجال مفتوح لكم للنقاش حول موضوع المحاضرة. واعتقد اخر منشور كتبه دكتور علي انه اريد مساندتكم، فرجاء يعني على الاقل ما يقدر يدعي له او كذا باي طريقه كانت، يعني يصل الى جانب دكتور علي، لان الاستاذ صادق اعتقد محضر ادواته جيدا، وسنشهد عمليه تعديل. اترك المجال للاستاذ صادق الصقر، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساتذة والزملاء الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء لابد من أن أعبر عن امتناني الكبير للأخوة والزملاء والأصدقاء الأعزاء في صالون الثقافي ميسان على توجيه هذه الدعوة من أجل إقامة هذه الأمسية الحوارية معكم أولا، ومع الصديق الدكتور العزيز علي حسين فرج حول ورقته المعنونة اعترافات تحت التعذيب، والتي يفترض أن تكون قراءة في كتاب المعنون اعترافات جورج باركر تجربة علي بدر الصادر نهاية عام 2015 عن دار سطور. الحقيقة أنا ما لفت انتباهي في ورقة الدكتور علي حسين فرج أنه أحيانا أكو وقائع ثقافية طريفة، من ضمنها أنك تهاجم كتاب لا تختلف معه. يعني أنا عندما استمعت إلى حيثيات ما ورد في اليوتيوب أبحث عن قضية الدكتور حسين فرج لم أعثر عليها. يعني القضية هي يجب أن تتمظهر في الشكل التالي: أنا كتبت، وهي المشكلة المحدث ثلث ساعة، لازم أتحدث عن ما كتبت وعن إساءة فهم الدكتور فرج الموضوع. من أين جاء هذا التحديد ثلث ساعة؟ يعني على سأحاول أن ألتزم. أنا راعيت مشاعر الدكتور علي. لا، فكتابي هو قراءة لكل روايات علي بدر 11 رواية. حاولت أبحث فيها فصول الثلاثة الأولى: المرأة المقدورة، طريقة تمثيل المرأة في أدب علي بدر. الفصل الثاني: فكرة الهوية في أدب علي بدر. الفصل الثالث: طريقة تمثيل المثقف والمثقفين والثقافة العراقية في روايات علي بدر. والفصل الأخير كان عنوان المغرم بنفسه وأشياء أخرى، عن النرجسية لدى علي بدر وكيف تمظهرت في أدبه الروائي، وكيف انعكست عليه كراو عليم، وكيف انعكست على معظم شخصياته الأساسية في كل رواياته. هذا شغلي في أدب في هذا الكتاب. فيها الصديق الدكتور علي حسين فرج سيتطرق الآن إلى أخطائه، بمعنى يعني مثلا أنا هنا مسجل دقائق على اليوتيوب لأن ما حصلت الورقة. يعني مثلا هو يقول هو ابتدأ حديثه مضللا لمستمعيه. يعني أنا لا أفترض كل الموجودين قارئين كتاب، مسألة طبيعية، كتاب مو يقول كل الناس، وحتى من قرأ هذا الكتاب لا يستطيع أن يستعيد كل ما قرأه، يعني فقرة هنا وفقرة هنا، وبالتالي تصبح المسؤولية على المحاضر نفسه في أن يحترم الأمانة العلمية باعتبارها أس الممارسة الثقافية. يعني أنا أختلف معك في قضية معينة، ولكن الاختلاف يجب أن يبقى دائما في فضاء الأمانة العلمية. خارج الأمانة العلمية ما يصبح اختلاف، وإنما يصبح نوع من التلفيق كما اصطلحت عليه هنا.
يعني أرجو أن يتسع صدر الدكتور علي حسين فرج لهذه التوصيفات. مثلا هو ابتدأ حديثه بالقول: علي بدر هو الصانع الأمهر بتعبير صادق. طبعا المتلقي عادي يستمع هاي العبارة يقول إذا صادق يقول علي بدر هو الصانع الأمهر، فما معنى الهجوم على علي بدر؟ طبعا هاي العبارة وردت صفحة 113. أنا أستميحكم عذرا لأنه يجب أن أذهب حركة الذهاب وإياه. ما يقوله فرج وما قلته أنا في الكتاب. الصانع الأمهر. الآن بأي سياق ظهرت عبارة الصانع الأمهر؟ ظهرت في سياق التالي: هناك صحفية لبنانية ومن أسميتهم بالقشرين هي أطلقت هذا اللقب على علي بدر. وبعد ذلك صفحة 113 ماذا أقول؟ حتى أنا طبعا ما راح أحكي قبل هيك، راح أقول الموضوع. حتى لأولئك الذين يتحدثون عنه بوصفه الصانع الأمهر للرواية العراقية الجديدة. مو أنا اللي أقول. أطلقت العبارة بهذه الطريقة. هذا السياق. يعني أقول حتى لأولئك الذين يتحدثون عنه بوصفه الصانع الأمهر في للرواية الجديدة في العراق كذا وكذا. مو أنا اللي أقول صانع الأمهر. أنا من سمعت الشريط اليوتيوب خلاص صادق قال علي الصانع الأمهر. زين. هو يعيب علي عندما أقول أن روايات علي مثيرة في طابعها ذات الطابع الثقافي، ويكرر لا ننسى الصقر يقول هي مثيرة. طبعا هي مثيرة. علي بدر من وجهة نظري روائي مهم من حيث المبدأ. لماذا؟ أنا قارئ جيد للتكرلي، قارئ جيد لأحمد خلف، قارئ جيد لموسى كريدي، قارئ جيد للركابي، يعني عدد ما شئت من الروائيين العراقيين. المساحات التي فكر علي بدر بالكتابة عنها تعتبر مساحات جديدة في فضاء الروائي العراقي، شغل جديد بالكامل. لكن مو هذا اهتمامنا الرئيسي. اهتمامنا مثلا لم يفكر كل الروائيين العراقيين بالكتابة عن مأزق الهوية في العراق. علي بدر فكر بالموضوع. هاي تعتبر إشكالية تأسيسية في الرواية العراقية الجديدة. هذا يحسب لبدر، لكن احنا اهتمامنا كنقاد كيف تم التمفصل مع هذه الإشكالية في روايات علي بدر. ولذلك هي من حيث كونها ذات طموحات ثقافية مميزة، لكن هذا لا يعفيها من المساءلة فيما بعد. هاي لعبة الكتابة. يعني أنا أستغرب الدكتور حسين فرج يتوقف بطريقة يعني تكاد تكون نحوية جدا مع المفردات. أنت يا صادق طالما قلت هي مثيرة في طموحاتها الثقافية، إذن خلاص أنت امتدحت علي بدر. هاي الناس الكتاب يعرفوها والقراء يعرفوها. يعني أقول هذه روايات مثيرة في طموحاتها الثقافية، هي تريد أن تصل إلى الهوية، هي تريد أن تصل إلى التاريخ، هي تريد أن تصل إلى مسألة الأقليات في العراق. خلاص صحيح مثيرة في طموحاتها الثقافية. بعد ذلك ماذا حدث؟ هذا الكتاب هو الذي يتولى الإجابة عن السؤال ماذا حدث بعد ذلك. زين. هو تحدث عن القشريين. طبعا هنا سوء فهم عجيب، يعني أنا أستغرب أن يقع فيه الدكتور الصديق علي حسين فرج. القشريين من عنيت بهم؟ أنا قلت يعني من وجهة نظري المتواضعة وقد أكون مخطئا، كل من سبقني في الكتابة عن علي بدر بقي يكتب في دائرة القشور. خلاص هاي وجهة نظري وفق متابعتي لما كتب عنه. أما امتداح مطلق بطريقة بعضهم امتداح مطلق حتى ماكو هجوم على علي بدر. حديثي كان عن القشريين من كتب عن أدب علي بدر. هو خلاص قال أنت تتحدث عن القشريين، إذا نذهب باتجاه يا موضوع اتجاه المثقفين في صفحة 140 مثقفين 80. أنا مو هذا قصدي يا دكتور، أنا قصدي عن النقاد الذين كتبوا عن أدب علي بدر. مو من حقك إطلاقا تقول أنت قلت عن هؤلاء قشريين وأنت تقصد المثقفين العراقيين صفحة 140 بالقشريين. يعني هذا ما هي طبيعة العلاقة بين هذه وتلك؟ وجهة نظري في المقدمة ما كتب من نقد عن علي بدر يبقى دائما في دائرة القشور، دائرة القشور الثقافية والفنية. أما الحديث عن مثقفين ثمانينيين وغيرهم ما له علاقة بالتوصيف النقدي الذي يخصني كمثقف. يعني مثلا صفحة 140، يعني مثلا هو يقول صفحة 140 وهي عبارة طبعا كانت هم شوية ثقيلة. يقول لأنه يعلم أن افتضاح المثقف المزيف، أنا أقول، هو عنصر تشويق مميز لكتابة رواية مثيرة. إذا كان الأمر كذلك فما هي المشكلة؟ إذن بدي أتحدث عن مشكلة علي بدر. صحيح أنت عندما تكتب عن افتضاح أمر المثقف في العالم في العراق المعاصر فد عنصر تشويق يجذب القارئ. أما ما حدث فيما بعد تبدأ مشاكل علي بدر. هو يقول لا، أنت تحدثت عن القشريين
والان المشكله تتحدث عن الهجوم على المثقفين وانت ضربت عصفورين بحجر واحد، ما ضربت عصفورين بحجر واحد. القشريين تحدثت عنهم عندما كنت اصف النقاد الذين سبقوني بالكتابه عن علي بدر، وهنا أنا موضوع يتحدث عن المثقفين، وانا اقول هنا بوضوح عنصر تشويق مميز كتابه عن المثقف، صحيح كثيمه كموضوع، ما الذي جاء بهذه النقطه الى تلك؟ انا ما فاهم هذا الموضوع. زين، هنا انا صفحه 137، شوف عبارتي واضحه جدا جدا. ماذا اقول؟ من المعروف عفوا انه من الصعب جدا ان يتمكن المرء من العثور على شخصيه محترمه في روايات علي بدر. وتكمله طبعا، ما اريد اثقل عليكم توضيح. طبعا لحد الان لا يمكن ان يختلف اثنان حول هذه القضيه، لا يختلف كل شيء. عفوا. اتحدى اي قارئ ان يعثر على شخصيه محترمه في ادب علي بدر. يعني انا قرأتها بطريقه سيمتريه، مستحيل. كلها شخصيات غير محترمه بالتوصيف الاخلاقي والعرف السائد، معروفه هاي، محسومه. اللي يختلف في هاي القضيه يضيع وقته. يعني خلاص خلي يشوف له موضوع اخر. شو يقول الدكتور؟ يقول انت قلت هاي الشخصيه محترمه. زين، اذا انت ماكو شخصيه محترمه شلون تتحدث عن روايات مميزه في تطلعاتها الثقافيه؟ شنو العلاقه الموضوع؟ ما اعرف. انا اقول داخل الادب لا توجد شخصيه محترمه في ادب علي بدر. علي بدر رواياته ذات تطلعات ثقافيه، بمعنى يذهب باتجاه التاريخ، يذهب باتجاه الهويه واتجاه مواضيع اخرى. فقدت العلاقات الروايه العراقيه تاريخيا بها. يعني شنو هذا؟ يعني ليش تعتبر هذا مأزق وتناقض؟ لا توجد شخصيه محترمه، صحيح. عندما يريد ان يتحدث عن الهويه لا نعثر على شخصيه محترمه. عندما يريد ان يتمفصل مع التاريخ لا توجد شخصيه محترمه. يعني شنو المأزق؟ شنو التناقض هنا؟ يعني يعتبر مأخذ على كتابي، انت قلت كذا، اذا لماذا تقول هي مثيره في طموحات الثقافيه؟ هاي ما واضح. يتحدث صفحه 126 ويذكر مستمعيه، يعني انا اتذكر باليوتيوب، تذكروا جيدا كانوا هكذا يقول لهم. صادق ناصر قال صفحه 126 انه علي بدر لامس الواقع، تذكروها جيدا. صحيح؟ تذكرت مره. انا شو اقول؟ ان علي بدر في معظم رواياته قد لامس الواقع، يعني هو فكر ان يصل الى الواقع. لا احد يشك في ذلك الا انه لم ينخرط فيه. انا اتصور القارئ خلص هاي العباره تكاد تكون كافيه. يعني لما اقول لك فلان لامس الواقع بمعنى فكر ان يصل الى اشكاليات واقعيه، الا انه لم ينخرط فيه. ولذلك ظلت رؤيته للواقع من خلال الملامسه المجسات الخارجيه، وهي من وجهه نظري مشكله اساسيه لدى علي بدر. انا كنت استنتج انه اي قارئ حتى مو يكون قارئ يعني متمرس في قراءه الادب، خلص يقول المؤلف لامس الواقع الا انه لم ينخرط فيه، عباره جامعه مانعه. دكتور لا، يقول طالما انت، هو قال نعيدها باليوتيوب. يحتاج الى ايضاح. مو هي الايضاح هنا، ما اقدر اقرا 10 صفحات لازم اقرا. دكتور مو هنا المشكله انا لازم اقرا هذا الكتاب هسه. مو هي المأزق يعني. يعني انا اقول الا انه لم ينخرط فيه، ليش؟ لانه لم ينخرط فيه؟ لانه كان مشغولا بتسويق مواقفه الثقافيه والايديولوجيه دون ان يتأنى قليلا للتأكد من ان رواياته لم تقع في المحذور المتمثل في اقتصار دورها على القيام بذلك التسويق اولا، دون ان تتفرغ بما يكفي من الحرص للاهتمام بنفسها، وقد حدث ذلك ومستمر بالتوضيح. وانا جاي اقول صعب تحكي الموضوع. انت تقدم وجهه نظر مضاده، يجب ان تكون امين في قراءه النص. يعني تكمل قراءه الصفحه والصفحتين والثلاث والاربع. طبعا اكو مطبات اخرى كارثيه غير هاي، اقسى من هاي. مثلا هو يقول، هاي يمكن واحده من اسوء الاشياء بماده الدكتور علي حسين فرج، صفحه 149. ما اعرف، هو يمكن ما كمل قراءه الصفحتين، استعجل. زين، صفحه 149 انا اقول من الممكن ان نتوقف حول الفكره التي تقول ان علي بدر في مجمل اعماله قد اقترب من منطقه الكتابه عن الاشياء المهمه التي اغفلتها الروايه العراقيه على امتداد عقود. مجي اكررها هذه. هو اقترب من الاشياء التي اغفلتها الروايه العراقيه على امتداد عقود. انا مؤمن بهذا الشيء وما زلت مؤمن، لكن بعدين ويمكن ان نكرر عدم اعتراضنا على اي وجهه نظر تذهب الى الروايه الى اخره. لكن هو شو يقول الدكتور؟ يقول انت طالما قلت علي بدر اقترب من منطقه الكتابه عن الاشياء المهمه التي اغفلتها الروايه العراقيه، شو يقول؟ اذا باعوا شوفوا الاشياء المهمه اللي كتب اشياء اغفلت. تتذكرون صادق هيك قال على الركض وراء الذئاب، صادق هيك قال على حارس التبغ، هي هاي الاشياء المهمه؟
وين؟ هذا توصيف لما جرى في الروايات. المجمل، الافكار الاساسيه، الثيمات، هو اقترب منها. انا كنت بحاجه اليها كقارئ، فضلا عن كوني ناقد. هو يجب انا ابحث عن روائي عراقي يكتب عن الهويه، يكتب عن التاريخ، يكتب عن المرأة، يكتب عن المثقف، يكتب عن صراع الاقليات، اي شيء. لكن اقترب شيء. هو يقول لا، انت طالما قلت واقترب منها من الاشياء المهمه، خلاص اذا مو من حقك تهاجم علي بدر. وبالنتيجه شوفوا ماذا قال عن الركض وراء الذئاب واساتذه الوهم وحارس دبر. اساتذه الوهم صفحه 176، جملتي واضحه جدا، لا تقبل لا اللبس ولا غيره. شو اقول انا باساتذه الوهم؟ اساتذه الوهم يقول انا من وجهه نظري معده هو 11 روايه. وجهه نظري انا كقارئ لهذه الروايات كلها انه اساتذه الوهم هي اكثر رواياتي تماسكا، اكثر رواياتي هو تماسكا واشدها اشراقا من الناحيه الجماليه. وبعدين شو اضيف؟ وكان من الممكن ان يقدم بدر واحده من اجمل الروايات العراقيه في رصدها لاوهام وهموم واندحارات جيل كامل لو انه اكتفى. وبدت ملاحظاتي، وانت ما زلت تقتطع العباره من السياق. انا قلت هذه الروايه كان يمكن ان تكون كذا لو انه اكتفى. وبديت اكتفى بماذا؟ بالتعامل مع الجذور الثقافيه، تلك امور استباعات اجتماعيه وسياسيه. هاي صفحه 172، يعني اذا واحد يحب يسجل او يتذكر الامور يعني تكاد تكون واضحه جدا. زين، صفحه 98 99، هاي يعني انا قلت للدكتور في لقاء هاي اساءه الفهم المركبه الاساسيه. عفوا، هو صرح قال علي بدر انت قايل عليه صفحه 99 قارئ مثابر وجيد، مناسبة قارئ ممتاز في تشخيصه لاشهر عيوب الكتابه الروايه العراقيه، وانت قايل هو عليه كذا. انا اسمحوا لي بس اقرا لكم وراح تستنتجوا، ما راح اعلق. يعني انا ايش قايل؟ كان علي بدر في واحد من اللقاءات التي اجريت معه قد تحدث عن بعض مشاكل الروايه العراقيه قائلا لعلي بدر كانت الروايه صوره باهته ودونيه من الشعر يعني كل ما اتفق انا معاه مع علي بدر. انتهى نص علي بدر، كل تشخيصاته انتهت. بدا تعليقي انا في الكتاب. شو اقول؟ اقول كل ذلك صحيح. انا بس اخوان انتبهوا بس يعني عمليه الربط ورفع الجمله من سياقها. انتهى تشخيص علي بدر. انا رايي هسه شو اقول؟ هاي صفحه 99. علي بدر حدد حجي عيوب الروايه العراقيه وحده وحده، ماشي؟ انا وجهه نظري ورا ما كمل هو تحديده بدا بصفحه 98 والان صفحه 99. رايي انا شنو؟ اقول كل ذلك صحيح، ولا يملك اي قارئ للروايه العراقيه اذا ما تم استثناء بعض الاعمال والتجارب اللامعه لكن المتناثره عبر العقود من عمر السيده العراقيه الا ان يتفق مع علي بدر. وهو بالمناسبه، هاي العباره اللي اطلقها، وهو بالمناسبه قارئ ممتاز في تشخيصه لاشهر عيوب الكتابه الروائيه العراقيه. خلاص هسه ماكو مشكله. هذا باللقاء. لا هذا حكي اني. هو باللقاء حكاه. اي باللقاء. اما الخطوه القادمه هاي التي اغفلها هو. اما الخطوه القادمه فهي ستتضمن محاوله اكتشاف لغه الكتابه وفضاءات المتخيل السردي والمضامين السوسيو-ثقافيه في روايات بدر كي يصبح بامكاننا ان نحدد مقدار انزياحه عن التعضلات والمشاكل التي اشار اليها في تشخيصه الذكي لجانب من ازمه الروايه العراقيه. ونبلش بها يعني. هاي عمليه القطع الكت. وانت نايم وانا قايل صحيح تشخيصك هو انا احتاج علي بدر. يعني يجيني اي واحد يقول يابا هاي عيوب الروايه العراقيه حتى اذا هو لم يكتب في حياته سطرا واحدا، اقول له خلاص تشخيصك دقيق جدا. الان خلينا ننتقل انت شلون يعني من درجه انزياحك انت ادبك الروائي عن العيوب التي اشرت اليها. فهي صارت قفزه بالموضوع. زين، صفحه 16 سوء فهم عجيب وهو يتمثل في التالي. دكتور فرج، يعني سانتهي ايش قد بقى؟ استمر استاذ. دكتور علي حسين فرج يقول احس الصقر بتناقضاته فبادر مسرعا الى القول قد يكون علي بدر ما بعد حداثي، واطلق عباره نثريه عاديه اذا هناك بدرين. ما اعرف وياه مو هيك. انا ايش قال صفحه 16 وينصص بصفحه 16 يعني يحيل مستمعيه علما الى صفحه 16. المفروض هاي ما تعبر عليك دكتور. انا ايش قايل على علي بدر؟ يعني هذا الموضوع انا حتى ما مفكر واحد يختلف وياي فيه. يعني ماخذ راحتي بالكتابه. شنو؟ علي بدر اساتذتي هو ما بعد حداثي في ترويجه لاهم افكار ما بعد الحداثه. يعني على المستوى الفلسفي الفكري
يعني هو يروج لهومي بابا، يروج لإدوارد سعيد، إلى حد ما يروج لبندكت أندرسون والآخرين، الشلة المعروفة في قضية فكر ما بعد الحداثة. مثلا على سبيل المثال، من هو المروج الأساسي لفكرة أنه التاريخ هو سرد متخيل؟ فكر ما بعد الحداثة، يروج لهؤلاء. لكن تقنيات الكتابة عنده مو ما بعد حداثية، لا، تقنيات السرد العادي التقليدي، يعني حكاية تقليدية، راوي عليم أو راوي من الداخل ويقوم بسرد رواية. أنا هذا بالنسبة لي مو مشكلة، أجي بس أقول للقارئ أوجه له رسالة. ليش؟ لأنه مثلا سلمان رشدي روائي ما بعد حداثي، ليش؟ تقنياته بالكتابة ما بعد حداثية. يعني مثلا الروائي يتحدث عن روايته بطريقة صادمة، مو بطريقة علي بدر، الرواية الحكاية التقليدية العادية المعروفة. الروائي عندما يدعو القارئ للتفكير معه ضد الرواية أو مع الرواية، هاي آليات ما بعد الحداثة بالكتابة. يعني مثلا واحد ممكن يعثر عليه برواية جون فاورس الشهيرة امرأة الضابط الفرنسي، ممكن يعثر عليه في أطفال منتصف الليل سلمان رشدي على سبيل المثال، وبعض الروائيين الآخرين. وجهة نظري يا جماعة، علي بدر مروج فلسفيا لفكر ما بعد الحداثة، بس بتقنيات الكتابة، يعني الحرفة مالته ما يكتب روايات ما بعد الحداثة، وإنما يكتب بطريقة الحبكة الحكاية التقليدية. يعني أنا حتى لما أتخيل هو شو يقول، أنا حسيت بتناقضاتي أنا الكاتب، فسويت بادرت مسرعا إلى القول قد يكون علي بدر. زين، شنو التناقضات؟ ليش بادرت مسرعا؟ أنا هير عادي، شيء عادي يعني طبيعي. جاي أوضح للقارئ وهاي يعني لماذا أبادر مسرعا؟ يعني هو شنو المأزق؟ ما واجهني مأزق، وبالمقدمة أنه يعني بعد وين غير المأزق يحدث فيما بعد؟ يعني أنا أقول صفحة 16 ولكي لا تختلط الأمور فإن ما أشرنا إليه لا علاقة له بتقنيات ما بعد الحداثة في السرد الروائي، إذ أننا لا نجد في روايات بدر أي أثر لا للسخرية التناصية يسميها أمبرتو إيكو. هذين الصفتين لأمبرتو إيكو، هذين اللي لقيتن قضايا تقنية مو فكرية. هذين الصفتين إذا لقيتن في أدب روائي ترى هذا تقنيات ما بعد الحداثة، تقنيات، يعني أركز على عبارة كلمة تقنيات، لا السخرية التناصية ولا المحكي الواصف، المحكي اللي يتحدث عن نفسه. قد يكون علي بدر ما بعد حداثي في موقفه الثقافي، إلا أنه ليس كذلك في طرق الكتابة. ما عندي مشكلة، يعني نقطة راس سطر تستمر بالكتابة، يعني توصيف. حتى بالمناسبة هذه لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. ما أعرف الدكتور ليش يقول أنا حسيت بتناقضاتي واستنجدت بهذه العبارة. ما خلينا نستنجد بعبارة أقوى أهم، أطروحة كبيرة مركزية، مو عبارة عابرة توضيح للقارئ لا أكثر ولا أقل. صانع الأمهر أشرنا إليها بالمناسبة، هو قال يعني لم يشفي غليله، أركز عليها أنه أنا ليش استخدمت هذه العبارة. اخوان، علي بدر يحتقر كل العراقيين ككاتب كمثقف، يعني مو يحتقر المرأة ولا يحتقر المثقف ولا يحتقر الهويات الكبرى ولا الهويات الصغرى، هو يحتقر كل العراقيين. لكن وصل به الأمر كما أشرت في صفحة 226 في هذا الكتاب انه بدا يوجه، يعني انا اقرا لكم اياه لانها اخر شيء، يعني كنت طولت ما ادري ليش توقف عندها دكتور لم يشفي غليله. هي طبعا لم يشفي غليله في بعض الاحيان، هاي في سياق الكتاب، اقول في بعض الاحيان يفرط علي بدر في الكذب، وبما يبعث على النفور من مشاهدتنا اياه في وضع المؤلف الذي ما زال يشعر بان ما كتبه لم يشفي غليله من العراقيين، ما كتبه عبر الكتاب انا اللي طارحه كله، أي من الوجوه التي شواها الحب وتلوت فاتحة أفواه بصورة مقززة. هذا وصف إله هو. شو يسوي حتى لم يشفي غليله لكي أثبت أنه لم يشفي غليله؟ كما هو الحال مثلا في تمثيلاته التحقيرية للمرأة العراقية الجنوبية وشعوذته وكذبه حول ثقافة قومها، يعني نحن الجنوبيين، التي تبيح لها أن تتعهر بارتياح كامل. هنا الموضوع. زين، هو الموضوع شنو؟ انت راح تقول هنا الافراط في الكذب الذي اشرت اليه ما معناه. في روايه صخب ونساء وكاتب مغمور، شوف العباره علي بدر. انا هنا اللي خلتني يعني صفحه 227 الصفحه الاخيره في الكتاب تقريبا، انا خلتني اقول انه هذا الرجل لم يشفي غليله من العراقيين. شوف الكذب. اما المنافسه، الكلام لبدر، اما المنافسه فقد كانت شديده، لا من المستوردات، ماكو سيدات بالقاعه ماكو، لا من المستوردات حسب، إنما من المحليات ومن الريفيات. وقد كان الوضع الاقتصادي المتدهور في الريف أكبر الأثر في اندفاع عدد كبير من الفلاحات الشروقيات أي جنوبيات هو يكتب،
خاصة الجميلات اللواتي يتمتعن بمواهب جسدية قادرة على كسب بعض الزوار. خيال المرء القروي وهو خارق في كثافته الحية لا يؤدي إلا إلى مفهوم خاص من التحضر، وهو التعهر بطبيعة الحال، بل إن التعهر والتحضر يختلطان ببعضهما عند القرويين القادمين المدن. هنا وصلنا إلى مرحلة الكذب على القارئ. يعني هل يعقل أنه كل سكان الريف في العراق يختلط لديهما التحضر مع التعهر؟ يعني رسالة زائفة. لو علي بدر ذكر هذه العبارة وحدها في تحقير العراقيين في رواية واحدة، أنا ألح على ذلك القضية. أنا كنت من حق أي واحد يعترض، دكتور فرج أو غيره، يقول هذه تنسب للراوي. لا، أنا انتظرت علي بدر في 11 رواية نفس اللغة التحقيرية على الكل، ولذلك وصفتها بمرشة الحافظ المعروف ايش، سيلفونيك أو سيلفونيك. تقريبا هذا أهم ما لدي، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.